في 2004 ولا هو مؤسس ديال حركه الماك. يعني اكاذيب اكاذيب لا يتصدقها العقل حتى من هذه الشبه المعارضه الجزائريه التي يعني لا ليس لا 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 حتى موقفهم مع المغرب لما نرى الكثير منهم لما نرجع الى تصريحاتهم هي عندها شي عوام عامين ولا 3 سنين للور، تلقاهم كامل كانوا كيطعنوا في المغرب. واليوم تلمو كو صاي الجزائريين ولاو ما كيتبعوهمش، القبائل فاقوا ولاو قالوا حنايا ندافعوا غير على انفسنا، لقاو وحدهم داروا للمغرب. دابا المغرب احسن بلد، دابا المغرب تقدم، دابا المغرب بداو كيتمشاو المغرب، بداو كيشكروا في المغرب باش يربحوا المغاربه. هذا خبث، هذا خبث. حنايا ما نكذبش عليك، انا نتحدى اي واحد يجبد لنا شي حاجه. حنايا كمسؤولين الماك عندها 10 سنين ولا 20 سنه وين طعنا في المغرب، باسكو ما تيجي اليوم باش نقول انا المغرب زوين ولا باش نجيب الدعم من عندهم، لكن اتحدى اي واحد يجبد لنا لي زارشيف ديالنا ويلقى شي حاجه ضد هذه المملكه. يعني العلاقات مع المغرب بدات كتطور غير في هذه الاعوام الاخرين، في عامين ولا 3 سنين الاخرين. من قبل مواقفنا كانت واضحه فيما يخص المغرب او صحرائه خاصه، كانت مواقفنا واضحه. اكسل مازال ما خليني برك نجاوب على السؤال ديال الاخ فيما يخص قضيه اذا يعني ستصل نفس المشكله في المغرب. اولا يا اخي، المغرب المملكه المغربيه بلد امه عندها تاريخ كبير 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 بزاف، ماشي بلد ما عندها ما تخاف من حتى واحد. المغرب اللي في الوقت وين كانت يعني دون اون بوزيسيون فابل، وين داروا عليها كل البلدان الشيوعيه بالسلاح بالدعم السياسي، وين هذيك الوقيتات عندهم يعني هما اللي كانوا يتحكموا في العالم في هذيك الوقيتات. زياده على الجيران ليبيا والجزائر وكل البلدان اللاتينيه، الاتحاد السوفيتي كاين خط واحد الجيش في الصحراء ديال المغرب، وهذاك الوقيتات المغرب ما طاحش. لقى الملك الحسن الثاني لقى لها كامل الحلول، وحتى يعني خرج من هذيك القوقعه اللي بغاو يدخلوه فيه، وين شفتوا كامل اللي بعثيست هذيك الوقيتات كانوا بغاو يطيحوا الملكيات كامل في العالم، لكن المملكه المغربيه يعني كانت لهم سندا ندا بالمرصاد ولم يستطيعوا اطاحتها. دونك ليس اليوم المغرب بتقدمه خاصه دبلوماسي عالميا يخاف من اي حركه، لن يخاف حتى ولو هناك انشئت. لحد الان ليس هناك حركه التي تطالب يعني حركه حقيقيه في المغرب. لا تكلمنا على البوليزاريو التي انشئت في بلد اخر، لكن كلمني على حركه انفصاليه في المغرب لا توجد. تريد ان تكلمني على الريف؟ ليس هناك حركه انفصاليه في الريف، نكونوا واقعيين. الا اذا هناك كاين واحد عنده مشاكل اجتماعيه او مطالب اجتماعيه، هذا موجود في العالم كامل. لكن السؤال المطروح، وهذا السؤال موجه خاصه للجزائريين، باسكو كنشوفهم في التعليق بغاو اشاك فوا كيتجبد استقلال بلاد القبائل ولاو كيجبدوا الريف ولا الامازيغ ولا هذه. في هذا الوقت الذي يوجد الالاف من السجناء في بلاد من القبائليين، اعطيني مسجون واحد في المغرب على القضيه الامازيغيه. اقول مسجون على القضيه الامازيغيه، ليس مسجون امازيغ، لان الامازيغ عندهم كما تقولوا الشماكره عندهم كل شيء. لكن اقول بالحرف اعطوني اسم مسجون
على القضية الأمازيغية في المغرب حاليا موجود في السجون. اكسل هم يكتبوا لك هم يكتبوا لك الزفزافي ستقولون الزفزافي. أنا متأكد أنكم ستقولون هذا. سأجيبكم شيئا. أعطوني نسخة فيديو أو شيء يدل على نضال الزفزافي على القضية الأمازيغية. لكي يسجن أحد على قضية يجب أن يكون له تاريخ. والزفزافي أصلا عنده فيديوهات كان كيسب فيهم النظام الجزائري العسكري، وكان يقول على أن النظام العسكري الجزائري نظام إرهابي وانفصالي، ولم يكن انفصالي، بل كان يتكلم على أمور ومطالب اجتماعية اللي هي مطالب اجتماعية، وكانوا بعض الناس اللي بغاو يحرفوها إلى أمور انفصالية، ولكن عمره ما تكلم بلهجة الانفصال. يا أخي بغض النظر على أن الجزائر التي تتكلم على الزفزافي، في الجزائر موجودة 300 معتقل الزفزافي انفصالي. شوف 300 معتقل سياسي، ومن بينهم رحيم عطاف اللي هو طفل. كيف يعقل دولة كالجزائر كتدير معتقل سياسي سميتو رحيم عطاف؟ ما نعرفوش كتعرفوه ولا لا. طفل صغير قبائلي في سجون الجزائر باسم الانفصال. تفضل اكولاي. لا زيد نضيف غير حاجه واحده. انا ما نحبش نتكلم على القضايا الداخليه للبلدان. المغرب احترم يعني عنده من السياسيين الذين يستطيعون التكلم والدفاع عن المغرب، لكن لما يوجه لي سؤال، يعني هذا الشيء بغيت نوجهه ماشي للمغاربه، بغيت نوجهه للقبيليين ولا الجزائريين باش يعرفوا، يجي القبائل باش يعرفوا، والجزائريين يحبسوا هذه الاشاعات الكاذبه. ولست هنا لاطعن في اي واحد او اتدخل في اي سياسه لاي بلد، لكن لما اشك فوا نجبد لك قضيه ديال استقلال بلاد القبائل تجبد لي اكاذيب، لا استطيع ان اتقبلها. لا اريد ان ندخل في في تفاصيل لقضايا للمملكه، لكن اريد فقط سالت هذا السؤال لكي يعرفوا ان ليس في المغرب سجناء على القضيه الامازيغيه. يمكن ان يكون هناك سجون. انا ممكن نعطيك ما يفيد في هذا. نعم تفضل. ثانيه واحده ومن بعد نعطيك. شوف ثانيه واحده ومن بعد نروحوا للحسن. من فضلك ياسر، انت راك هنا حتى للاسبوع القادم، اوكي؟ ومن بعد نروح. سير سيدي مرحبا. ولكن شوف الياس، نعطيك لا فيرسيون ديالي كما قلت، لا فيرسيون ديالي كيفاش نشوف القضيه تاعي. شوف هذه تاع اللي يطلعوا في تيك توك وكل ما يسمعوا زعما القبائل ويبدا يكتب في الريف، هذه راهي تاع دراري صغار. هذه خرسيت يوم تبقاو تكتبوا حتى 2700 ما يصرى والو، ما كان حتى علاقه بين الريف والجزائر. ونزيد نقول لكم حاجه، حنا القبائل، حنا هذه كلمه الانفصال كلمه خاطئه. نحن نريد الرجوع الى الاصل. حنا فرنسا هذيك هي اللي جبرت علينا الجزائر، حنا كنا من قبل الجزائر يا عباد. اسمع، الانفصال عندما ينفصل واحد عن شيء ما، احنا لا نريد الانفصال. احنا حابين نرجعوا البلاد، نرجعوا الاصل ديالنا. هذه لازم الانسان يكون واعي ويفهمها باش نقدروا نتناقشوا، لان كلمه الانفصال راهي خطا على استقلال القبائل. الانفصال الكبرانات هما اللي انفصلوا، راحوا لنادي الصنوبر وموريتي، هذاك انفصال. انفصلوا على الشعب وراحوا لنادي الصنوبر. الجزائري لا يستطيع الدخول الى نادي الصنوبر، هذا انفصال. القبائل يريد ان يرجع الى اصله، ونحن عندما نبني القبائل لا يعني اننا العربي ممنوع ان يسكن عندنا او يعيش معنا، هذا خطأ. احنا سوف يعيش كل واحد، عربي قبائلي امازيغي مغربي تونسي حتى الجزائري عنده الحق ان يعيش في بلاد القبائل. وهذا لا يعني اننا سوف نكون خطر على المغرب والريف. هذا يعني شيء مفروغ منه. انا نعطيه لك من عندي. انا لو يكون غدوه تدي القبائل استقلال ونشوف القبائل تعمل مشاكل مع المغرب، انا نحاربهم كلهم، حتى ويكون اكثر معهم
سوف احد. هذا هما كيبغيو يخلقوا واحد، شوف هما كيبغيو يخلقوا واحد البعبع كاش من اسمه القبائل بالنسبه للمغرب، يعني انتم ان ساندتم